الاهلي زعيم القاره بيفوز على الترجي بثلاثيه وبيقترب من ان هو يتأهل للنهائي للمرة الرابعة على التوالي. ولينا في رادس احلى الحكايات، بس دي احلى حكاية فيهم وان شاء الله تكمل على خير كمان بمباراة العودة اللي هتكون في القاهرة. الاهلي مع كولر لحد دلوقتي دي الثلاثية ال 12 في الموسم ده، ودي اكبر نتيجة بيفوز بيها الاهلي على الترجي في رادس، وكمان اكبر نتيجة في نصف نهائي افريقيا خارج الارض. وكالعادة افكار كولر بتنتصر للاهلي، وكولر المرة دي كان بيلعب بتشكيله المعتاد بقى اللي هو بيلعب بيه الفترة الأخيرة. نزل الشوط الأولاني كولر وكان بيحاول إن هو يعمل كومباكت تيم وبيلعب على الهجمة المرتدة، وابتدى إن هو يلعب زي في العادي على مروان عطية اللي بيساعده في بناء اللعب في الفترة الأخيرة. لكن لقى إن خط وسط الترجي وبالذات بن رمضان بيحاولوا إنه يضغط على خط وسط الأهلي ويمنعوا إن هو يبني على مروان عطية. فكالعادة كان عندنا أفكار وتدخلات كولر اللي ابتدى ان هو انت هتضغط على مروان عطية، تمام، انا بقى المرة دي هلعب على الاطراف وعلى الوينجات سواء بهاني سواء معلول، او هتلعب ببيرسي تاو على حسين الشحات. وقدر النهارده يسجل اهدافه بالتكتيك ده. الهدف الاول في الدقيقة تقريبا 7 كرة ما بين معلول لحسين الشحات لكهربا اللي فوتها كده حمدي فتحي وراحت لبيرسي تاو، فنشها طبعا في الجون. طبعا في خطأ اكيد للجون، وانه مفيش طبعا دفاع الترجي مفيش حد مغطي. ويحسب لكولر ان ممكن يتغير الوينجات او تتغير اللاعبين، لكن هي نفس الطريقه بينفذها كل اللاعبين. ان هو كان بيخلي كهربا ده بينزل بتشوفه لحد نص الملعب لما بتكون الكوره مع الترجي. الواجبات الدفاعيه النهارده والهجوميه اللي عاملها خط النص بتاع الاهلي، سواء ان هو بيكون ستاره قدام دفاع الاهلي قاطع لهجمات كتير حمدي فتحي او ديانج او مروان عطيه النهارده مقدمين مباراه كويسه جدا، او ان هم كمان بيساعدوا في التحول الهجومي. انت في الهدف الاولاني كنت لاقي حمدي فتحي جنب كهربا، وطوال الشوط الاولاني كانت الحاجه الخطيره بس في الترجي هي العرضيات. الاهلي كان بيتعامل مع جزء كبير منها بشكل كويس، لكن في عرضيتين كانوا خطر جدا. الكوره دي اللي طلعها الشناوي، وكوره تانية كمان قبلها، والتسديده بس اللي في الدقيقه 35 اللي هي بتاعه بن رمضان لما حاول ان هو يهرب من الرقابه اللي كان عاملها عليه مروان عطيه. عدا عن كده الاهلي كان يقدر يطلع الشوط الاولاني باهداف اكتر من كده بنفس افكار كولر عن طريق الاطراف او عن طريق الاجنحه. الاهلي كان عنده انفراد ب 26 بيرسي تاو لكهربا ولا احلى من كده. يمكن كهربا ما كانش موفق ان هو يجيب، واكتر من هجمه يمكن تنفيذها ما كانش افضل حاجه في اللمسه اللي قبل الاخيره واللمسه الاخيره، وكنت بتلاقي انه في مساحات في الدفاعات بتاعه الترجي وخصوصا وهو بيهاجم. ويمكن بعد الهدف الاولاني للترجي كولر طمع شويه ان هو يقدر يجيب هدف ظل كمان المساحات اللي موجوده في دفاع الترجي، لكن لما لقى بعد كده في تسديده من رمضان والترجي بقى ليه اكتر من عرضيه رجع تاني للاداء بتاعه. ويمكن اتكلم كولر ان هو ادى تعليمات للاعيبه الاهلي في الشوط الثاني ان ينزلوا بنفس الاداء، يكونوا اهدى، وان هم يستحوذوا على الكوره بشكل كبير ويحافظوا على الهدف اللي جابوه. طبعا ما يستقبلش اي اهداف، وده فعلا اللي الاهلي عمله الشوط الثاني. يمكن الترجي عمل تغييره ما بين الشوطين بان هو نزل انيس البدري وكان بيحاول اكتر انه ينشط شويه جبهه هجوميه وكمان خط الوسط، ولكن يمكن الغيابات الترجي كانت مؤثرة عليه، ولكن دي من أضعف المباريات اللي أنا بشوف الأفكار بتاعة الترجي فيها، خصوصا نبيل معلول مدرب كويس جدا، لكن هو ما قدرش يقرا المباراة بشكل كبير جدا وهربت منه. ولكن الترجي كان ليه أكتر من محاولة، ودي كانت مشكلة الأهلي المباراة دي، العرضيات، سواء بقى عرضيات متحركة أو سواء كرات ثابتة زي الكرة دي كده. ده هو بيعمل دبل كيك، بصوا في وسط كل الرقابة اللي موجودة من لعيبة الأهلي. الأهلي متطور جدا دفاعيا، بس لازم نخلي بالنا من الكرات العرضيه. والاهلي كان ليه اكتر من فرصه قبل ما نسجل الهدف الثاني. فرصه كانت من ركنيه لياسر ابراهيم، ولكن الهدف الثاني ده عجبني قوي الضغط اللي عمله هاني، وازاي ان هو قدر ياخد الكوره ولونج باص بالمقاس لتاو تقريبا فضل يرقص المدافع لحد ما المدافع بعد كده زهق بقى وسابه عشان يسجل تاو الثاني ويدي افضليه كبيره جدا للاهلي. بعد كده كانت في كوره حلوه قوي اتعملت بينيه لكهربا ما بين معلول ومروان عطيه، بس كهربا ما قدرش يتصرف فيها كويس، ولكن كهربا ما رضيش ان هو يزعلنا في الماتش ده وقدر يجيب الهدف الثالث من ضغط هايل جدا من زياد. قدر ان هو يديها لحسين الشحات لكهربا بوم الثالث. وبعديها الاهلي ابتدى يعمل بقى تغييراته، اكتر منها كان ان هو عايز يعمل ريفرش للهجوم ويريح كمان اللعيبه بانه ينزل بقى طاهر وشريف مكان كهربا وحسين الشحات، وجات لهم اكتر
اكتر من فرصة، لانه من بعد ما الاهلي جاب التالت المساحات ورا دفاع الترجي كانت كبيرة جدا. الاهلي مضيع اكتر من كورة لطاهر والعبد القادر بعد كمان ما نزل كانوا يقدروا يوسعوا بيها فرق النتيجة، والاهلي بيكتفي بثلاثية. لازم تحيي كولر واللاعبين عليها. كولر بافكاره وان هو بيدخل لاعبين كتير جدا في المباريات وبيعمل روتيشن كبير، لانه الاهلي بيلعب في مباريات كتيرة جدا، فلو اعتمد على عدد لعيبه معين ده هيبتدي بعد كده زي ما كنا بنشوف بيحصل اجهاد بدني وبيحصل اصابات. لكن انت بتشوف السوليه بعد دخل عروض حمدي فتحي وديانج، حسين لما كان مصاب دخل عبد القادر، عبد القادر لما كان مصاب دخل حسين، وده اللي مدي افضليه للاهلي. يا رب ان شاء الله تكمل وتساعده انه يكسب كل البطولات. قولوا لي كده ايه رايكم في المباراه ومين شايفينه هو نجم المباراه؟